ازاي تذاكر ليله الامتحان؟ بما اننا داخلين على امتحانات نص السنه، فتعالى اقول لك ازاي تتعامل ليله الامتحان بحيث انك ما تضيعش المجهود اللي عملته طول الترم. اول حاجه تعملها لازم تاخد اوفر فيو عن المنهج. خلينا متفقين انك في ليله الامتحان مش هتعرف تذاكر المنهج كله. امال ايه الاوفر فيو اللي بقول لك عليه ده؟ انت هتقرا الكتاب اكنك بتقرا جورنان بالظبط، يعني هتركز فقط على العناوين والكلمات الرئيسيه ومالكش دعوه بالتفاصيل، بحيث بس انك تلم فكره كامله عن المنهج وتنظم دماغك. تاني حاجه عايزك تركز على الاسئله الرئيسيه، زي مثلا لو في اسئله في كتاب القسم بتاعك، زي اسئله الامتحانات السابقه، زي مثلا لو في دكتور بعت لكم اسئله معينه. فمش عايزك مثلا في ليله الامتحان تروح تذاكر من المصدر الهندي اللي ما بيجيش اساسا في الامتحان، ولو جه بيجي منه نقطه، وتسيب الاسئله الرئيسيه اللي اكتر من نص الامتحان بيجي منها. فانت الاول هتركز على الاسئله المضمونه دي وتضمن درجتها، وبعد كده لو معاك وقت بص على اي مصدر انت عايزه. بالنسبه لاسئله الريتن او المقالي هتتعامل معاها ازاي؟ هتركز على اشهر المواضيع اللي في المنهج وتذاكرها كويس جدا، ولو في شيت او حاجه الدكتور بعته لكم طبعا برضه هتركز عليه لان ده يعتبر اسئله مضمونه. ولو جالك سؤال ريتن في الامتحان ما انتش عارفه، فانت هتكتب اي حاجه تعرفها عن السؤال ده وتنظمه بخط كويس، وصدقني الدكتور هيستخسر ما يديكاش درجات عن الكلام اللي انت كاتبه ده، وهيديك حتى لو نص الدرجه احسن من ما فيش. رابع حاجه واخر حاجه، اوعى تطبق. انا طبقت مره واحده بس في ليله امتحان وندمت ان عملت كده وما كررتهاش تاني خالص. النوم يا جماعه في ليله الامتحان مش تضييع وقت، بالعكس النوم بيثبت وينظم المعلومات اللي انت ذاكرتها طول اليوم. اما لو رحت الامتحان وانت مطبق، حتى لو ذاكرت اللي انت عايزه هتروح الامتحان تحس المعلومات سايحه في دماغك ومش هتعرف تنظمها وتكتبها. واكيد اي حد جرب يروح الامتحان وهو مطبق عارف الكلام ده. فلازم تنام كويس ليله الامتحان على الاقل من 4 ل 6 ساعات. وبس كده، دمتم موفقين ان شاء الله.